كتير مننا بيحس بوجود علاقة غريبة قوي، علاقة كده مش مفهومة بين اللي بنحس بيه جوانا ومعدتنا. النهاردة بقى هنكشف سوا السر العلمي اللي ورا الإحساس ده. هنتكلم عن حاجة اسمها محور الأمعاء الدماغ. يعني ليه لما بنزعل قوي بنلاقي بطننا وجعتنا، أو لما نكون متوترين وقلقانين القولون يبتدي يضايقنا؟ هل دي صدفة؟ لا خالص، الموضوع وراه تفسير علمي قوي قوي. والفكرة هنا إن الموضوع ده مش مجرد تهيؤات أو حاجة في دماغنا وخلاص، لأ، دي حقيقة علمية. في سبب مادي، حاجة ملموسة بتربط بين حالتنا النفسية وجهازنا الهضمي. طيب، خلينا نتعرف أكتر على الشبكة الخفية دي، واللي العلماء بيسموها محور الأمعاء الدماغ. طيب إيه هو المحور ده؟ بصوا ببساطة كده، هو عبارة عن شبكة اتصال حقيقية حقيقية فعلا، شغالة طول الوقت في اتجاهين، زي طريق سريع كده رايح جاي، بتربط بشكل مباشر بين الجهاز الهضمي والمخ. أهم حاجة نعرفها إن دي وصلة مادية، مش مجرد إحساس. تمام، هي شبكة اتصال. طب يا ترى بيتواصلوا إزاي؟ يعني مين هم الرسل السريين اللي ماشيين في الشبكة دي بينقلوا الرسايل؟ عشان نتخيلها صح، خلينا نفكر فيها كأنها طريق سريع أوتوسترادو للمعلومات. الرسائل عليه رايحة جاية بين المخ والبطن طول الوقت من غير ما تقف لحظة واحدة. طيب، إيه بقى اللي بيمشي على الطريق السريع ده؟ هما 3 حاجات أساسية. أول حاجة الهرمونات، زي الكورتيزول بتاع التوتر ده اللي بيأثر على الهضم على طول. تاني حاجة إشارات عصبية، ودي بتمشي في خط مباشر زي كابل كده بين المخ والأمعاء، اسمه العصب الحار. والحاجة التالتة بقى، ودي اللي ممكن تكون مفاجأة لناس كتير، هي البكتيريا النافعة. أيوه، البكتيريا اللي جوه أمعائنا دي بتنتج مواد كيميائية زي السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، واللي بيأثر على مزاجنا بشكل مباشر. كل دول شغالين مع بعض في سيمفونية واحدة. وده بيوصلنا للخلاصة دي اللي بتلخص كل الحكاية. كل ده بيخلي البطن والمزاج في حوار دايم مع بعض طول الوقت. المحادثة الداخلية دي حرفياً مش بتسكت أبداً. طيب، عرفنا إن في شبكة وفي رسايل. السؤال الأهم بقى، وده معناه إيه؟ إيه التأثير الأعمق للكلام ده كله على حياتنا وصحتنا؟ الحوار اللي شغال 24 ساعة ده بين المخ والأمعاء تأثيره على صحتنا النفسية والعقلية عميق جداً ومباشر. الموضوع طلع أكبر بكتير من مجرد إحساس بوجع في البطن لما بنزعل. وهنا بنقف عند سؤال كبير ومهم جدا للمستقبل، وبيفتح الباب لأبحاث ملهاش آخر. إزاي بالظبط البكتيريا الصغيرة اللي عايشة جوه أمعائنا دي بتقدر تأثر على حالات نفسية معقدة زي الاكتئاب والقلق؟ تخيلوا، الإجابة على السؤال ده ممكن تغير مفهومنا كله عن الصحة النفسية.